ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل اسهل والذ فطيره تنفع للغدا او للعشاء من غير ما تعجني ولا تتعبي. هنعمل بالسجق البلدي ده نص كيلو، مقطعاه حتت صغيره، بصله مفرومه، جبنه موتزاريلا، طماطم متقطعه صغير، فلفل الوان، التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وزعتر وشطه، توم مفروم. وده العيش اللي هنستخدمه. هنبدأ الأول في طاسة على النار كده من غير أي مادة دهنية. هنحط السجق بتاعنا، هو هينزل الدهون اللي فيه. هقلبه شوية حمره، بعد كده هغطيه 5 دقايق على نار هادية كده يستوي. هشيله وأحط مكانه البصل والثوم المفروم. هقلبهم شوية على النار لحد ما يتبالوا، وبعدين أحط طماطم مقطعة صغير قوي، وبعدين أحط عليها التتبيلة. كل حاجة من اللي قلتها دي نص معلقة صغيرة. أغطيها 5 دقايق لحد ما تستوي، بعدين أحط الفلفل الألوان وأقلبه، وبعدين أحط السجق. أنا حاطة مع الفلفل الألوان فلفلاية واحدة سبايسي، وأغطيه بقى 5 دقايق دلوقتي لحد ما يوصل لكده أنزله. العيش بتاعنا أهو. هتحطي في وسط العيش كده، هتحطي السجق في وسط العيش، وهتحطي عليه الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هتطبقي العيش من كل جنب كده عليه. وهنجيب رغيف تاني نحطه بالعكس، ونقفل عليه كويس كده، ونعمل بقى الكمية اللي عندنا كلها. نعملها الأول، بعد كده هنبدأ نحمر. هو مش هياخد وقت في التحمير خالص. اهو كملنا بقى الكمية اللي عندنا. ممكن تغيري نوع الجبنة، ممكن تغيري الحشوة بتاعتنا براحتك. عملت بقى الكمية اللي عندي الأول، وبعد كده بقولك بدأت أحمرها. هتحمريها بمعلقة زبدة واحدة، مش هتاخد دهون كتيرة يعني. في طاسة كده على النار، وتحطي معلقة زبدة، ولما تسخن والزبدة تسيح خالص هنبدأ نحط الفطيرة بتاعتنا. مش هتاخد على كل جنب دقيقتين بالظبط، وتقلبي، وطالعة مقرمشة وجميلة قوي. كده خلاص. هكمل بقى تحمير الكمية اللي عندي. بقولك مش بتاخد وقت خالص. كل ما تطلعي الفطيرة نضفي الطاسة وحطي حتة زبدة جديدة. شايفة بقى شكله مقرمش من بره وجميل قوي، ويعجبك أو ما أخدش وقت خالص، وينفع غدا أو ينفع عشاء. وممكن بقى زي ما بقولك تغيري الحشوات زي ما انت تحبي. وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.